صباح الخير أفضل المشاهدين يشاهدوني من على اليوتيوب. عندي تعقيب بسيط على حادث اللي حصل في أمريكا باغتيال رئيس ترامب. أولا أنا بس تعقيبي إن ألف ب أمن لا يصح إلا الصحيح. أنا مش عارف إزاي أقوى جهاز، إحنا أقوى أمن في العالم، وبصراحة الاختراق اللي حصل ده أو الثغرة اللي حصلت دي مفروض ألف ب ما تعديش على شركة أمن صغيرة في أي مكان. يعني لو واحد جايب شركة خاصة بتأمن مصنع ولا حاجة، ألف ب بتفتش من خارج المصنع. لما يكون أوتيل زي كده 5 نجوم، المفروض بحميه إزاي؟ ببقى بعمل دراسة كراجل مدير أمن او الامن بتاع الفيدرالي الامريكي، بيعمل دراسات ازاي بحجم الكارثه ونخبه تبقى مجمعه في فندق واحد، مفيش فيه تفتيش اضعف الاشياء على المعادن. يعني جهاز بيبقى على المعادن ده المفروض انا بحطه قبل المنشاه الحيويه بامتار، واللي مش عاجبه التشفيك او التفتيش خلاص يشرب من البحر. انا بامن ارواح، انا شغلتي كراجل سكيورتي بامن الارواح، عشان الناس دي بتيجي تصرف ملايين الدولارات عشان ترتاح في الاوتيل. انت بتعمل تسويق غير لائق في المكان نفسه، يقول لك المنشاه دي مخترقه، يقولوا كده فيها اختراق داخل من الخارج او من الداخل. المفروض الامن ده يا جماعه بيبقى لازم في تدقيق وفي مرور عليه، ويعملوا مرور على الجهاز الاكس راي نفسه، يشيكوا عليه ويعملوا تجارب. يخش اي واحد منه بحامل سلاح ويشوفوا الجهاز يرن ولا مش هيرن، حامل سكينه الجهاز هيبين ولا مش هيبين. ده كله حمايه للارواح اللي ساكنه في المكان. ما بالك قاعه كبيره عريضه مخترقه واخترقوها ودخل واحد. حد بالمنطق يحط جهاز تفتيش معادن جوه الاوتيل؟ المفروض بره الاوتيل. لو حصل انفجارات يبقى بره الاوتيل. ده تعقيبي البسيط. يعني الف ب امن بيقول كده بس. يعني انا مش عارف بصراحه. يعني اشتغلت في اوتيلات كتيره في السكيورتي وكده، كان اللي هو بيحط خطه لازم نحط الجهاز ده خارج الاوتيل. ناس تقول لك الله الراجل ده ايه ده، يعني ايه اللي يعمل ده، المفروض جوه الاوتيل. لا، دي خطه امنيه حقيقيه فعلا استراتيجيه. ده راجل لواء يخاف على المنشأة الحيوية اللي شغال فيها، لأن أي حاجة زي كده بتحصل يبقى في تحقيقات. إزاي أنا أحط جهاز جوه الأوتيل؟ لازم بره الأوتيل شنط، أي حد جست أي حد لازم يبقى فيه الحاجات دي. ده كل تعقيبي. بصب على الساده المشاهدين بيشاهدوني، بصب على كل اللي بيشوفوني. وبرضو في تعقيب بسيط، برضو المفروض الشخصيات العامه الكبيره، برضو الحراسات الخاصه، برضو انا عندي تعقيب عليهم برضو في امريكا. كبار سن، انا مش بعتمد على كبار السن، لا، المفروض تحط لي سكيورتي يكون عندهم لياقه بدنيه عاليه عشان اقدر احمي اللي هو الشخصيه العامه بتاعتي. لو باي هجوم اقدر اجري عليه، اقدر استخدم السلاح بتاعي، اقدر اشيل الجسم بتاعي. اما انا شفتهم بصراحه كبار السن ما ينفعوش، دول عايزين اللي يحميهم هم اساسا. انا سني دلوقتي 64 سنه، ينفع احمي شخصيه عامه؟ اقدر اجري زي زمان؟ اضرب سلاح طبنجه كويس ماشي لاني انا مدرب على كده. اما ينفع انا اجري؟ لا معلش بقى، انا بضحك. لا، فلازم يا جماعه الناس تراجع نفسها. اي شركات حمايه منشات عامه تكون الناس تكون اعمار متوسطه السن، مدربين على احدث تدريب بلياقه بدنيه، عضلات، كلام من ده، عشان تقدر تحمي المنشاه وتحمي الناس. الارواح اللي هي جت سلمت ارواحهم عندكم بتدفع معامله صعبه. بس ده اللي عندي، كل اللي عندي. صباح الفل على الناس المشاهدين.